السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم اخر الاخبار ديال هشام. خديجه الصديقي كما كتعرفوا هي الزوجه ديال هشام اللي مريض بمرض السرطان وهو في المراحل الاخيره من المرض. خديجه نزلت واحد المنشور في الانستغرام وكتقول باللي هشام متمسك بالحياه وصابر على الابتلاء اللي فيه، وكتقول بانها مستاءة من بعض الناس اللي كيقولوا كلام خايب وكينشروا اشاعات على هشام بلا ما يتاكدوا، وكتطلب منهم يكونوا متيقنين وكيهضروا غير باللي عندهم في اليقين، يعني ما يبقاوش كيجيبوا اخبار اللي زائفه وكاذبه. فبزاف ديال الناس كيقولوا باللي هشام مات، ولكن خرجة كتأكد للكل أن هشام مازال حي وباقي متمسك بالحياة وصابر على الابتلاء اللي فيه، وكتزيد كتعبر على الإيمان ديالها بأن هشام غادي يتغلب على المرض بالصبر وبمشيئة الله تعالى. المنشور اللي حطات خديجة الصديقي في الانستغرام ديالها فيه كلمات مؤثرة كتعبر عن المعاناة اللي كتعيشها وهي والعائلة ديال هشام، وكتقول أن هذه الفترة هي من أصعب الفترات اللي مروا منها. ورغم ذلك خديجة كتختم المنشور ديالها برسالة ديال الصبر والرضا باللي كتب الله، وكتأكد أن الإيمان هو اللي غادي يعاونهم باش يتجاوزوا هذه المحنة. وبكلمات بسيطة ولكن معبرة خديجة قدرت توصل حجم الألم والأمل اللي كاين في هذه اللحظات، وطلبت من الناس يبقاو واقفين معها ومع هشام بالدعاء والتضامن.